بنجاحه في تقمص شخصية الإمام الشافعي، خالد النبوي خلانا نرجع من تاني نشوف مسلسلات دينية. هو إيه اللي بيعمله خالد النبوي ده؟ بقالنا فترة كده ما شفناش مسلسلات حلوة بالشكل ده. فعلا خالد النبوي ممثل عنده كاريزما، أيوة هو كده، قدرات هائلة في تجسيد الشخصيات بكل تفاصيلها. النبوي بيقدم أصعب الشخصيات بأسلوب بسيط يوصل مباشرة للناس. خالد السنة دي قدم لنا شخصية الإمام الشافعي بطريقة ولا أروع، خلتنا كلنا نلتف حواليها رغم الزحام اللي على الشاشة من مسلسلات وبرامج رمضانية. من زمان وإحنا ما تلمناش قدام التلفزيون علشان نشوف مسلسل ديني، لكن خالد النبوي عاملها وجمعنا كلنا حوالين الإمام الشافعي. خالد النبوي أثبت بالفعل إنه فنان شامل بالمعنى الحرفي. النبوي هو امتداد لنجوم كبار عصرهم ولسه مكمل على خطاهم. أساتذة كانوا بيعملوا أي دور لازم ينجح مهما كان، وده بالظبط ينطبق على خالد النبوي. الفنان خالد النبوي قدر بسرعة جدا يتحول من شخصية بليغ أبو الهنا اللي قدمها السنة اللي فاتت لأبعد تحول ممكن يعمله فنان في أقل من سنة. ظهور خالد النبوي بالقوة دي في تجسيد لشخصية الإمام الشافعي مفيش شك إنه بيقول قد إيه تعب على التفاصيل وذاكرها علشان يوصلها للناس بكل سهولة ويخلي الناس تحب أداؤه فيها، خاصة إنها شخصية دينية لرمز ديني له مكانة كبيرة عند الناس. حتى نبرة الصوت الهادية بتاعة النبوي هتلاقيها بتوصل رسائل مهمة جدا، ومنها إن الدين مش بالزعيق ولا بالصوت العالي، وإن رسائله بتوصل والناس بتستوعبها لو اتقالت صح، يعني ماهيش بالصوت العالي. وما فيش شك إن نشأة خالد النبوي وتلمذته على إيد عملاق الإخراج المصري المخرج يوسف شاهين فرقت كتير معاه في خط سيره كفنان، لكن كمان الأكيد إنه تعب جدا واشتغل على نفسه لغاية ما وصل للمرحلة دي، وجراءة الاختيار وتحمل مسؤولية القرار.